الساعه الشريحه X9 كول، تقدر تشغل من عليها فيسبوك، واتساب، تنزل ابلكيشنات عليها. في جهاز السوفت وير الخاص بينا احنا حتى لو ما عرفش اسمه مثلا العاب بلاي ستيشن بتاع تلعب فاصل لو الجهاز نفسه وقع سوفت وير. اكتر ساعه اتطلبت مننا، عايزين ساعه فيها شريحه تحط الشريحه بتاعت موبايلك عادي، اصبح معاك موبايل كامل في ايديك. الموبايل ده تقدر تتصل منه على طول على كل الابلكيشن تيك توك وفيسبوك واتساب. تيجي باندرويد 8.1، مش النظام العادي بتاع الساعات. بي اس 67 ساعه، فيها مساحه حوالي 64 جيجا، مقاس 49. تلاقي استلام من الموقع او تخزينه من اي مكان، مفيش اي مشكله. ده شكل البوكس X9 كود، ودي الايقونات. طباعه بتلمع لكن مش بارزه، من شركه W&O 4G. دي البيانات اللي بتكون في الظهر. نفتح بقى البوكس مع بعض ونشوف المحتويات. شكل الباكينج، هنا الاستراب والشاحن والساعه، تيجي باللون الاسود، والاستراب الاسود واللي بيكون فيه لوك للاستراب زي ما شايفين كده. الشاحن بيكون مختلف شويه، بيكون فيه بنات وليه عدله معينه هنشوفها دلوقتي مع بعض. ليه USB. طبعا احنا عارفين بنشحن اي ساعه ازاي، عن طريق لابتوب، كمبيوتر، باور بانك. المهم ان احنا ما نشحنهاش على شاحن الموبايل خالص. وكتيب التعليمات محدش بيقراه وكتير جدا زي ما احنا شايفين كده. ده فيه تفاصيل الساعه، والمثلث بتاع الضمان لو شغال عندك في الدوله بتاعتك. اخر واهم حاجه الساعه نفسها. ده شكل الساعه، شكلها جميل جدا. يبقى كده المحتويات: الساعه، الشاحن، الاستراب، الكتالوج، ورقه الضمان، توصيله الشاحن. بص خلي بالك بقى، الشاحن لازم تبقى السن ده او الشكل ده كده مع البقره كده. لو عملت كده مش توصل، بص هتقع، بص مش توصل، لازم كده عشان تلزق معاك زي ما انت شايف كده. يعني السلك مع دي. ركز بقى معايا في التفاصيل بتاعه الساعه دي. ده مكان الزرار والسماعات، ولكن هنا هو مش زرار، كان الشريحه. والظهر طبعا فيه السنسورات واللوك والمسامير، والزرار الطبيعي بتاع الالترا والمايك، وزرار البوتون. ده كده زيها زي اي سمارت ووتش عاديه، ولكن الفرق هنا زي الشريحه في الجنب. يعني هتحط الخط، دي شريحه انا حاططها، ده مكان الدرج الشريحه، وليها طبعا عدله اللي هي السن بتاعها ده اللي هو المعمول ده، نفس العدله كده كده اللي فوق مع الشاشه زي ما احنا شايفين كده. تقفل كده، مستويه ببعض كده. مكان الشريحه مقفول زي ما احنا شايفين كده. تضغط بقى ضغطه طويله كده عشان الساعه تشتغل معاك. تفتح بلوجو W&O الشركه المصنعه عليها. زي ما قلت لك هي بنظام الاندرويد. فتحت جاري تحميل الاندرويد كده. الساعه اشتغلت معانا عادي جدا. فيها خلفيات كتير قوي متحكم فيها بالبقره كده، او بتضغط ضغطه طويله كده وتبتدي تقلب في الخلفيات اللي انت عايزها. مناسبه هي فيها حوالي 23 خلفيه. تعال نشوف الازرار بقى. يعني مثلا هنا كده ده بيقفل الشاشه او بينور الشاشه. الزرار اللي تحت ده بيدخلك على القايمه وليها اشكال هقول لك عليها دلوقتي. مفيش اي زرار تانية زي ما اتفقنا. ده مكان الشريحه. خليني اقول لك ازاي تغير الشكل ده. ضغطتين كده بسرعه هيغير معاك للشكل اللي احنا شايفينه ده كده زي الموبايل كده. وفي ضغطتين كده هيكبر لك الخط شويه، هو نفس الشكل ولكن كبره لك شويه. ضغطتين كمان هيجيب لك الشكل ده لو الناس اللي هي عايزه الايقونات واضحه عشان تبقى شايفاها. نفس الشكل ولكن الايقونات صغيره مريحك جدا في الشاشه. 4 ايقونات في الشاشه. الشكل الدائري ده كده ضغطتين كده هيقلب معانا بقى الشكل ده كده، شكله جميل جدا. ضغطتين كمان هيجيب لنا الشكل الترس ده جامد جدا. ضغطتين كده هيجيب لنا الشكل بتاع الالترا الطبيعي جدا. بتزوم او تقرب او تبعد الايقونات لو انت عايز تشوفهم كلهم كده. ضغطتين كمان هيغير لك الشكل، هيبقى طولي مش هيسحب معاك يمين وشمال. ضغطتين كده هيجيب لنا الشكل ده اللي بنعرف منه كل التفاصيل. اول حاجه هتلاقي الاتصال هنا. هتصل عادي، مش لازم اربطها بموبايل ولا برنامج ولا الكلام ده كله. انا ضايف الشريحه فهيتصل معانا عادي جدا. هو طبعا ده صوت الساعه عالي جدا، ده صوت الرنه. ممكن تكتم الصوت زي الموبايل عادي او تستخدم ديت. كمان ممكن تسجل المكالمات زي ما انتم شايفين كده، مسجل المكالمات. وهنا سجل المكالمات والارقام اللي انت اتصلت بيها عادي جدا جدا، وارقام كتير. المراسلات او الرسائل دي SMS، كل الرسائل اللي عندك زي الموبايل بالظبط. مثلا اتصالات اهي بعت لي رساله، بص نفس نظام الموبايل بالملي. بعد كده المعرض او الصور اللي عندك على حساب الجيميل او جوجل تقدر تضيفها الكل. المتصفح شبه سيري كده ولكن هو هيفتح معاك
متصفح عادي جدا زي ما انتم شايفين كده. ممكن تفتح كذا تاب، بص كذا تاب، مثلا ده جوجل، تعمل بحث على اللي انت عايزه. مثلا نكتب لو عايز اقلبها عربي نكتب اوكازيون، فتح معانا عادي بحث عن اوكازيون. اول موقع بيظهر لك في البحث هو occasion.com، ده كده الموقع. هنا بعد كده جهات الاتصال، كل الارقام بتاعتك اللي على الشريحه نفسها وعلى الجيميل تقدر تضيفها زي الموبايل، مفيش اي مشكله. وسجل المكالمات، الساعه تقدر تظبطها يدوي. عندك مسجل الصوت، تقدر تعمل ريكورد لاي فويس نوت انت عايزها. هنا مقياس الخطوات اللي قلت لك عليه في الفيديو، بتقدر يعد لك مشيت كام خطوه، حرقت كالوريز قد ايه، والسعرات الحراريه، ولكن مفيش برامج رياضيه. اداره الملفات، هنا دي الملفات زي اللي على الموبايل بالظبط. لو نزلنا تحت هنلاقي المستخدم من المساحه كده 29%، والمساحه 18 جيجا مستخدمين من 64 جيجا. بعد كده هتلاقي نمط التطبيقات، دي اشكال القائمه، كل الاشكال اللي احنا جبناها من بره من الزرارين. بعد كده هتلاقي خلفيه، الخلفيه بتاعت القائمه نفسها ممكن تعملها شاشه سوداء او الشكل ده، هما شكلين بس. بعد كده متجر جوجل للتطبيقات يفتح معاك عادي جدا زي ما احنا شايفين كده. تقدر تعمل داونلود لاي ابلكيشن او اي العاب عادي على المتجر. هنا هنلاقي الالعاب والتطبيقات، بص ممكن تنزل اي لعبه عادي على الساعه. هنا المساعد او خدمات جوجل، التقويم او الكالندر اللي موجوده على الجيميل بتاعك او على جوجل. جوجل جو، ده متصفح جوجل، آلة حاسبة أرقامها واضحة وتقدر تستخدمها عادي في أي عمليات حسابية. يوتيوب، تقدر تشغل اليوتيوب على الساعة. يوتيوب طبيعي جدا زي ما احنا شايفين كده، يوتيوب عادي. هستخدم البحث وهكتب اوكازيون، ابتدي يبحث معانا عن اوكازيون اهو، قناة اوكازيون على اليوتيوب. لازم طبعا تكون عامل لايك سبسكرايب للقناة. هنشغل دوت. بس اللي بتقول لي عنوانكم فين؟ احنا موقع بيع اونلاين. ده كده صوت الساعة او الشعار بتاعنا، الموقع بتاعنا في 2015 سهل على الناس ممكن تكبر بالشراء الصورة اونلاين. طبعا. الشراء اونلاين ببساطه بيسهل عليك، بدل ما تنزل وتروح محلات وتدور وتبحث على حاجه معينه انت عايزها وانت في بيتك عن طريق الويب سايت. على بعد كده مشغل الفيديوهات، دي الفيديوهات اللي عندك على الجيميل زي الصور اللي كانت فوق، وبترجع باك زي الموبايل. بعد كده ضغط الدم، اوبشن صحي والسنسورات بتكون شغاله. وهنا الريبورتات او التقارير بتاعه الاوبشن، ما بيقيس طبعا غير وانت لابس الساعه. هنا ضغط الدم اللي هو نبضات القلب، هو ملخبط بس في ترجمه لان تحت هنا في ضغط الدم، الايقونه بتاعتها بتكون واضحه. الموسيقى اللي انت بتنزلها على الساعه نفسها. هنا خاصيه NFC، الساعه بتدعم خاصيه NFC، ده نسبه الاكسجين في الدم، برضو نفس القصه والسنسورات شغاله. بعد كده السيتنج، فيها بقى كل التفاصيل، فيها الواي فاي، بلوتوث، السطوع بتاع الشاشه، الاضاءه الليليه، رفع اليد لاضاءه الشاشه، اعدادات متقدمه، السكون بعد قد ايه، حجم الخط، تفاصيل كتير في السطوع او الشاشه. وبعد كده الصوت، انت هنا بتختار مستوى صوت الوسائط تعلي الصوت، اعلى حاجه صوت المنبه، صوت الرنين، مستوى المكالمات الوارده، نغمه الرنين، ممكن تنزل اي نغمه تعملها على الساعه. بعد كده تختار الساعه صامت او عام، الاوضاع يعني بتاعه الصوت. هنا كلمه المرور هي مش باسورد تقدر تعملها، هي السيتنج او الحمايه بتاعه الجيميل بتاعتك. تحديثات الامنيه، العثور على الجهاز، تامين الشاشه، تقدر تعمل باسورد من خلال الحمايه والموقع عادي زي الموبايل، بس بتعملها باسورد. التصفح الامن، كانك معاك موبايل بالظبط. هنا مساحه التخزين، دي المساحه اللي موجوده على الساعه، تقدر تعمل اخلاء للمساحه. وهنا بيقول لك ايه الحاجات اللي انت بتستخدمها واخده مساحه في الساعه. هنا اداره التطبيقات زي الموبايل كده، اللي هي التطبيقات والاشعارات واذونات التطبيقات. اداره الملفات، الملفات اللي على الجيميل، نسخه البرنامج، اسم الساعه يعني اكس 9 كول، والبرنامج اللي عليها الاصدار بتاعه، واصدار الاندرويد 8.1. اعاده تشغيل وتحديث، لو انت جالك ابديت او احدث حاجه يعني على الساعه وهو بيشوف لك وفي اي تحديث وصل تقدر تعمل ابديت يعني. اداره الطاقه، شغل وضع توفير الطاقه والشحن المحسن والتطبيقات في الخلفيه زي اللي احنا بنعمله على الموبايل بالظبط. وبعد كده اعاده تشغيل واغلاق. المزيد من الاعدادات فيها التاريخ يدوي تقدر تظبطه هو والوقت، اللغه والادخال اللي هي اللغه العربيه، وشكل الكيبورد، كيبورد بتاع جوجل.
هو نظام اندرويد متكامل. هنا الرد تلقائي، لو انت عايز اي مكالمه تجيلك ترد عليها تفعل الخاصيه دي. طبعا مش مستحب الموضوع ده، لو انت حابب مفيش مشكله. دي كده كل حاجه موجوده في الاعدادات. بعد كده هتلاقي ضغط الدم والبوصله. البوصله شغاله برضو. دي كده شكل البوصله، الالوان بتاعتها تقدر تختارها من هنا. بعد كده هتلاقي عندك الفيسبوك. تفتح الفيسبوك كأنك فاتح من الموبايل بالظبط. هتكتب بقى الاكونت بتاعك وتعمل تسجيل دخول عادي جدا وتسكرول الفيسبوك زي ما تحب. والواتساب نفس القصة، تختار اللغة وبعد كده تضيف الرقم بتاعك وتفتح الواتساب على الساعة عادي جدا. هنا انا منزل التيك توك لايت عشان يكون حجمه صغير وسريع وموفر للبيانات كمان. ده بينزل للموبايلات اصلا اللي هي ضعيفة، فاحنا منزلينه هنا برضه عشان يبقى خفيف على الساعة وما ياخدش مساحة كمان. هنبحث عن موقع اوكازيون، ودي صفحتنا على التيك توك. نعمل شغل الفيديو. بسم الله. تعالى شايفك اللي بتقول لي الفلاشة العين زي ما بيقولوا فيه. بالنسبة بقالي فترة بجرب الساعة دي، فلاشة الألعاب الفور. ودي كده كل حاجة موجودة في القائمة الداخلية للساعة. هيقول لنا الوقت والتاريخ وآخر البرامج اللي احنا كنا مستخدمينها. ولو سحبنا كده بقى زي الموبايل بالظبط، بص بقى نسبة الشحن، وتشغل داتا، تشغل بلوتوث كده مثلا. ممكن تربط بقى ايربود زي ما انت عايز، مفيش اي مشكلة خالص. وهنا وضع الصامت او النغمات، وضع الطيران، السيتنج، وضع توفير الطاقة، مستوى الصوت، السطوع. بس هي دي القايمة كلها اللي فوق. لو سحبنا من تحت لفوق هيجيب لنا الرسائل اللي بيجيلنا على الموبايل. وطبعا هتقدر تدخل تقرا الرسالة كاملة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده لو سحبنا كده هيدخلنا على القايمة. يبقى احنا كده شفنا كل الستاير اللي موجودة. اما بالنسبة للخلفيات، لو ضغطنا كده هتقدر تغير اي خلفية انت عايزها. وممكن مثلا خلفية زي كده بتتغير لونها لكذا شكل. ف23 خلفية من خلفيات ممتازة جدا. دقة الالوان بتاعتها تحفة قوي زي ما احنا شايفين كده. تشتري الساعة دي منين؟ هسيب لك رابط الشراء اسفل الفيديو من خلال موقع تطبيق اوكازيون.com. وما تنساش الموقع بيخليك تجرب قبل الاستلام.